صباح الخير. صباح الخير للجميع. صباحكم عاطر كالعادة. احنا طبعا في بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك على الجميع. طبعا ما بحبش أتكلم عن ما يكتب عني أو عن الدراسات أو بعض الكتب التي كتبت، لكن يعني عندنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن أدى لكم معروفا فكافئوه. فطبعا الدكتورة أو الناقدة أو الباحثة ليندا حجازي لها دين في عنقي. احنا طبعا عاملين مجلة للمواهب الجديدة وللناس تنشر، عادة لا أتحدث عما يكتب عني، لكن آثرت أن أكون معكم في هذا البث من باب رد الجميل للصديقة المبدعة الباحثة والناقدة الدكتورة ليندا حجازي. الكتاب صدر حديثا عن مكتبة خالد بن الوليد أو دار نشر خالد بن الوليد بالقاهرة، بالتعاون مع ملتقى الشعراء العرب، بعنوان في رحاب القصيدة، مقاربات نقدية لأشعار ناصر رمضان عبد الحميد، جمع إعداد ليندا حجازي. هذا هو الكتاب. دي طبعا صوت الدكتورة ليندا وما كتبته، لها كل التحية. طبعا الكتاب في الأصل عبارة عن دراسات لمجموعة من يعني ليس خاصا بالدكتورة، يعني سوف أوضح ما قامت به من جهد في إخراج هذا الكتاب إلى النور. طبعا عندنا دراسة للدكتور العراقي الناقد كريم عبد الله، وأيضا الشاعرة والناقدة العراقية الكردية سلوى علي، والدكتورة الناقدة أيضا اللبنانية بيسان مرتضى، والشاعرة غادة الحسيني تحدثت عن ما يخص ملتقى الشعراء العرب ومجلة أزهار الحرف وفن الإدارة، وأيضا الشاعرة والناقدة اللبنانية المقيمة في أمريكا ليلى بيز المشغرية. وفي حوار طبعا قامت به مشكورة الصحفية اللبنانية أيضا جميلة بندر. لوحة الغلاف حتى لا أنسى للفنانة العراقية الكردية ريزا أو ريزا على ما أذكر الاسم، يمكن أنا يعني لا أعرف كيف ينطق صحيحا، لكن أنا كتبت ريزا محمد، يمكن الأستاذة سلوى تصحح لي الاسم. وطبعا التصميم للصديقة المبدعة ليلى بيز المشغري. هذا هو الكتاب. طبعا عمل الدكتورة ليندا هنا عمل جبار في الكتاب. أولا أنها قامت بجمع ما كتب وحللت هذه الدراسات تحليلا نقديا. أيضا قدمت للكتاب، وأيضا قامت بعمل دراسة لقصيدة زمن الشعر، دراسة وافية وشافية. أيضا لا أنسى بالشكر الأستاذ سيد غلاب، إخراج فني ومراجعة، وأيضا الدكتور اللبناني الرائع متعه الله بالصحة والعافية الدكتور صديقنا ميخائيل مسعود، لأنه أهداني أبيات يعني توضع فوق الرأس وعلى العين لي ولملتقى الشعراء العرب، فله أيضا كل التحية والعرفان. يا ملتقى الشعراء، يا وسع المدى، لك في قلوب الناس صوت وصدى، إلى آخر طبعا القصيدة الجميلة أو الأبيات الجميلة متعه الله بالصحة والعافية. الدكتورة ليندا يعني قامت بجهد جبار في المقدمة وفي الدراسة وفي الجمع والتحليل. هذا فقط ما أردت أن أقوله من باب الوفاء ومن باب العرفان. صباح الورد مدام غادة الحسيني أمينة السر. وأيضا اسمحوا لي طبعا أن أنا من الواجب أن أقرأ جزء من سيرة الدكتورة ليندا. طبعا إن شاء الله سوف تكون دكتورة، هي حاليا باحثة وحاصل على الماجستير، لكن إن شاء الله عما قريب ستحصل على الدكتوراه، فإحنا باعتبار ما سيكون أو كما يقول العرب تفاؤلا بالقادم يعني. دكتورة ليندا مواليد 79،
المؤهلات العلمية شهادة البكالوريا فرع الفلسفة 95. وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان إجازة في اللغة العربية ليسانس من 2021. إجازة تعليمية من الجامعة اللبنانية 23 أيضا الجامعة اللبنانية. ماستر بحثي في اللغة العربية 25. أهلا صباح الورد يا أستاذة نعيمة. أنجزت رسالة الماستر البحثي في الأدب طبعا، ومنحتها لجنة المناقشة تنويها بهذه الدراسة المتخصصة في الجغرافيا الأدبية. أظن هي دراسة يعني لم تسبق إليها، وإن هي خدت فكرة الجغرافيا الأدبية. أظن هو منهج جديد على الحقل الأكاديمي، أو ربما لا أعرف، لكن أنا أظن ذلك من خلال قراءاتي المتواضعة أن هذا البحث هو جديد في منحاه. العمل في مجال تلخيص الكتب والمراجعة والتدقيق اللغوي والمنهجي للدراسات والكتب. العمل على إنجاز أبحاث علمية في مجال التخصص. الخبرات: معلمة لغة عربية في ثانوية أجيال المستقبل في صور البازورية، إن صح كده يعني النطق. معلمة لغة عربية للمرحلة الثانوية في معهد أمجاد الجامعي صور. أيضا معلمة لغة عربية في مدرسة تحويطة الغدير الرسمية المختلطة. طبعا لها أبحاث كثيرة منشورة: جماليات التجلي السورولوجي وتشكيل الهوية المشهدية في قصيدة شجر الليل لمحمد توفيق أبو علي. الخطاب الأدبي الرقمي، الإنتاج والتلقي بالقصة القصيرة جدا. طبعا السيرة طبعا كبيرة، وأفردت لها ما أرادت أن تكتب في كتابي من باب الوفاء لها، لأنها بذلت الجهد في إخراج هذا الكتاب إلى النور. طبعا هي عضو ملتقى الشعراء العرب والأدب الوجيز، وأيضا قامت بنشر الأبحاث في موقع ومجلة أزهار الحرف، وهي عضو في ملتقى الإبداع العربي، إلى آخر ما هو موجود في هذا الكتاب. أنا بشكر طبعا الدكتورة ليندا، وبشكر الفريق الذي قام بإخراج هذا الكتاب. وكتب عني الناقد العراقي الكبير كريم عبد الله للمرة الثانية، والناقدة الشاعرة سلوى علي، والدكتورة الناقدة الدكتورة بيسان صديقتنا وشاعرتنا أيضا، والناقدة غادة الحسيني، وليلى بيز الشاعرة أيضا الناقدة، والصحفية المبدعة على حوارها الماتع جميلة بندر. لكم كل التحية والمحبة. طبعا أردت بهذا الكتاب أن أرد الجميل للدكتورة ليندا وللذين شاركوا في إخراج هذا العمل إلى النور من دراسات. طبعا هناك دراسات كثيرة كتبت، كنت أقوم بنشرها تباعا أو متفرقة في مؤلفاتي، لكن أصرت الدكتورة ليندا أن يكون هذا الكتاب خاصا بي، بعيدا عن أن ينشر في كتبي المتفرقة. أيضا أنا بشكر الله يرحمه الدكتور عليه رحمة الله الدكتور سعد أبو الرضا أستاذ الأدب والنقد، أنه كتب دراسة وافية وشافية عن روايتي في المطار التي صدرت عن مكتبة الآداب عام 2010، وأنا كنت كتبتها قبل كده بسنوات، لكن خرجت للنور عام 2010. ونشرها في كتاب صور الواقعية في الرواية الحديثة والقصة، دراسات تحليلية وتقارير. هذا الكتاب الماتع، وكان يدرس كما حكى لي عليه رحمة الله في جامعة بنها، وكان يقول لي دائما اكتب رواية، أنت مشروع روائي، لكن يعني الرواية عايزة نفس طويل وأنا ما عنديش صبر للحقيقة. وطبعا وقعت في خطأ ربما أتداركه إن كتبت فيما بعد رواية، أنني كتبت جزء كبير من روايتي في المطار بأسلوب الشاعر أو بالبلاغة العالية والمجاز والصور، وكأنها قصيدة نثر، لكن طبعا هذا غير محبب، أعرف ذلك جيدا، لكن غلب الشعر على النثر. لكنني تعلمت في هذه الرواية إن أردت أن أكتب رواية أن أبتعد كل البعد أو أن أخلع عباءة الشعر. أيضا بشكر اتحاد كتاب مصر صديقي السيد حسن، والقائمين على الاتحاد، اتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي، أنه خرج في عام 2019 كتاب بعنوان الإعلام والثقافة الأزمة والحل، وفيه دراسة أيضا وافية وسيرة ذاتية كاملة عن
حياتي. لهم كل التحية. وأيضا أشكر الذين يقفون معي ليكتمل البناء في ملتقى الشعراء العرب وفي مجلة أزهر الحرف: غادة الحسيني، عبير عربيد، ليلى بيز، زينة حمود، يقين، سيد غلاب. لا أريد أن أنسى أحد: الدكتورة إيمان خليفة، الدكتورة هدى المعدراني، دكتورة ليندا، مجموعة كثيرة، صديقتنا الأستاذة جمال عبيد، حتى لا أنسى أحد. الصحفيات نجوى ومي وملاك وجميلة، الجميع جميعهن من النساء. والرجال طبعا لهم حظ قليل، لكن لا دخل لي في ذلك. المجلة والملتقى يرحب بالجميع من الرجال والنساء. برحب طبعا بصديق أيضا الشاعر وعضو الملتقى دكتور المهندس محمد ناصر، وصديقنا الشاعر العراقي الكبير محمد ذيب سليمان، ولكل من شاهد هذا البث. إن شاء الله نستمر في أن نبدع، ولا نملك إلا أن نبدع. تحياتي للجميع، وإلى أن نلتقي. إلى اللقاء. كل عام طبعا وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وحفظ الله أوطاننا العربية، وحفظ علينا فلسطين الحبيبة وغزة وطبعا لبنان واليمن وكل البلدان العربية. تحياتي وإلى اللقاء.